بقول لك هالقصة وأتمنى تنشرينها للعظة والعبرة، وعشان الناس يلتمسون 70 عذر للمسلم قبل ما يحكمون عليه. قبل سنة تعرفت على واحدة بالإنستغرام وصارت صديقتي المفضلة وصرت مرة أحبها وكل يوم نسولف مع بعض، مستحيل يمر يوم من غير ما نتكلم. واستمرت صداقتنا قوية 9 شهور، وبيوم من الأيام وبدون سابق إنذار اكتبت لي إنها هي صارت تكرهني وما عاد تبيني. استغربت وحسبتها قاعد تسوي فيني مقلب، لكنها كانت صادقة. زعلت وتحطمت نفسيتي وكنت حاسة إني بموت، وقمت تصرفت تصرف ندمت عليه ورحت خليت كل الناس تكرهها. وبعد شهر يمكن نسيت السالفة. تواصلت معي أختها وقالت لي إنها توفت من سرطان الدم، وإنه كان جدا متفشي بجسمها، وقالت لي إن أختي كاتبت لك رسالة قبل ما تموت. الرسالة تقول: أختي وحبيبتي، اللي قلت لك اليوم وزعلك مرة ما كان بيدي. اليوم عرفت إنه فيني سرطان متفشي وما أبي أثقل همك، وقررت إنك تكرهيني عشان ما تحزنين علي بعد الموت. صدق تعبت وأنا أبكي، ادعوا لها بالرحمة.